بيوت مصر، أضاءتها بسحر الفنون، أضاءتها بنور المعرفة، أضاءتها بالثقافة، أضاءت معها نفوس أهلها ووجدانهم وعقولهم. سافرت بهم وسافرت معهم أيضا إلى الخيال وإلى كل أرجاء الدنيا. هو التلفزيون المصري الذي نحتفل ب50 عاما من إبداعاته وأنواره، هو نفسه الذي يرحب بكم هذه الليلة ويشكركم على الالتفاف حوله الليلة وعلى الالتفاف حوله 50 عاما، فلطالما تحلقنا والتففنا حوله في كل لحظات هذا الوطن، في لحظات الانكسار والانتصار، في لحظات فخار مصر ومجدها. تابعنا لحظة بلحظة أيامنا معه في كل الأوقات تقريبا. التففنا من حوله ليلة الرؤية في انتظار شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي نفس الوقت احتفلنا مع التلفزيون بترانيم الأعياد وبفرحتها أيضا. شاركنا فرحة الوطن وأيام البهجة والسرور. هو تلفزيوننا المصري لمن لا يتذكر بدأ إرساله في اليوم الأول بالتلاوة، تلاوة كتاب الله، وأنهى إرساله أيضا في اليوم الأول بالسلام للوطن. سلام عليك يا وطن، وسلام عليكم جميعا يا كل من أسس وبنى ورفع هذا البناء شاهقا عاليا. سلام عليكم يا جيل الرواد، يا من رحلتم عنا تاركين بصمات ذهبية من الفكر والعطاء والإبداع، مما يجعلنا اليوم نقف رافعين هاماتنا إلى السماء. أجيال من المبدعين، من الكتاب ومن المخرجين ومن قارئي نشرات الأخبار، في كل مرة يطلون فيها على شاشة التلفزيون يكونون هم الأقرب إلى قلوب الناس. أجيال أمتعتنا وأبهرتنا أيضا وما زالت حية في القلوب. رحل منها البعض، ولكن كم من نجوم انطفأت في دهور ولم يزل شعاعها. ونبدأ بأول نجمة، واحدة من عصافير الجنة، هي من قيل فيها نسمة ربيع بتتنسم، صنعتها بتتبسم، يمين يشوفها صورة بتتكلم، والظهر ضلم لما اليهود قتلوا سلوى العزيزة في كل بيت، سلوى حجازي. نذكر أيضا رفيقة كفاحها ودربها التي كانت محط الأنظار والقلوب، كانت دائما نسمة رقيقة على كل الشاشات المصرية، أماني ناشد. لا ننسى رشا مدينة رقيقة الشاشة وحبيبة القلوب، ولا ننسى أيضا أول من أسعدت الأطفال حتى آخر يوم في حياتها، سميحة عبد الرحمن. لم يكن العمل الإعلامي متما وينجح ويتألق لولا عمالقة الإدارة، رؤساء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين، الأستاذ حسين عنان، الأستاذ محمد محمود عرفة زيان، والإعلاميون العظام، الأستاذ عبد الحميد يونس رئيس التلفزيون الأسبق، الأستاذ محمد أمين حماد رئيس التلفزيون الأسبق، الأستاذ عبد الرحيم سرور رئيس التلفزيون الأسبق، الأستاذ عبد السلام نادي رئيس التلفزيون الأسبق، الإعلامي سعد لبيب، الأستاذ حسن حلمي، الأستاذ أحمد سعيد أمين، الأستاذ عبد السلام خليل، السيدة طماضر توفيق، الأستاذة همة مصطفى، الإعلامي صلاح ذكي، الأستاذ أحمد فرج، الأستاذ أحمد سمير، الأستاذ عبد الرحمن علي. وفي يوم الوفاء لا ننسى جيل العمالقة البنائين العظام الذين حملوا أبراج الإرسال إلى آخر مشارف الأرض في جمهورية مصر العربية، ونشروا بث هذا الساحر الصغير فوق كل الربوع. رائد الهندسة الإذاعية المهندس صلاح عامر، المهندس الجرح القشلان، المهندس محمود كشك أبو الأقمار الصناعية في مصر،
المهندس طه نصر رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، والذي أدخل النشاط المرئي للشركة. ونذكر أيضا كل من أسعدنا في فن التعليق الرياضي، أحد أهم رواده وأساتذته الكابتن الراحل محمد لطيف. ولا ننسى من صنع نهضة مسرحية غير مسبوقة، وذلك عندما قدم مشروع مسرح التلفزيون الرائد العظيم السيد بدير. وفي مجال التعليق الرياضي وتقديم البرامج الرياضية أيضا الراحل فايز الزمر. الفنان القدير الممثل والمخرج، وكان أيضا من أوائل من أخرجوا الدراما في التلفزيون، محمود مرسي. يكفي أن نقول أنه ملك الفيديو نور الدمرداش، الفنان الذي قدم روائع التلفزيون في الستينيات وقدم أيضا الروائع في السينما، حسين كمال. هو أول من قدم فوازير التلفزيون وصنعها في زمانها بثلاثي أضواء المسرح الأستاذ محمد سالم. رائد الرسوم المتحركة، طور منوعات التلفزيون حتى تصل إلى ما هي فيه. عشنا معه في كل شهر رمضان. من منا ينسى فهمي عبد الحميد؟ قدم للشاشة أجمل برامج المنوعات، وكانت له بصمات إخراجية رائعة الأستاذ فتحي عبد الستار. أعماله خالدة، أخرج للتلفزيون الكثير: طه حسين، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، يحيى العلمي. فنان العرائس الأول، مبدع شخصيات بوجي وطمطم، الأستاذ محمود رحمي. ونذكر معا في هذه الليلة الكتاب الكبار الذين أثروا هذه الشاشة بالكثير من الأعمال التي لا زالت باقية في ذاكرة الجميع. صالح مرسي، أفضل من كتب الأعمال الوطنية، يتقدمها رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والكثير. ونختتم الراحلين عن عالمنا بالذي كان معنا حتى وقت قريب وأنفاسه نشعر بها حتى الليلة، أسامة أنور عكاشة. السادة الحضور، ونحن نضيء معا الشمعة 50، نهدي التلفزيون المصري في هذا العيد هذا الفيلم. مشوار حياة، رحلة كفاح، مسيرة إبداع. من وطن اجتازت مصر فترة عصيبة. صوت العرب ينادي صوت العرب من القاهرة. أهم الأنباء. أعلنت استوديو مصر عودة البعثات المصرية من الخارج عشان إنها التلفزيون الهندسية لاستديوهات التلفزيون. 50 عاما من الإبهار والمتعة، 50 عاما من الفنون والإبداعات، 50 عاما من العلوم والثقافة، 50 عاما من التحديات والإنجازات، 50 عاما من الطموحات والأحلام، 50 عاما من السبق والريادة. التلفزيون المصري، و50 عاما. 21 من يوليو عام 1960 الساعة 7 مساء كانت لحظة الميلاد. السيد رئيس الجمهورية يلقي بيان الافتتاح. هو الآن منارة ثقافية جديدة وضيف وليد على الأسرة العربية. جمهور المشاهدين وفيهم بدأ التلفزيون المصري نابضا بالحياة، شامخا ومعبرا عن نبض الثقافة المصرية وإبداعات ملوك الفن والأدب. وعلى شاشاته انطلق الفكر الإنساني بلغة جديدة